السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، طلابنا وحبايبنا طلاب الصف الثالث ثانوي. طبعا احنا عارفين ان الايام ديت صعبة بالنسبة لكم، ولكن بالصبر كده والثقة بالله سبحانه وتعالى الايام دي هتعدي وهتعدي باحسن نتيجة باذن الله، لو انت بس عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى. طيب النهارده هنعمل مع بعض ايه؟ هنحل مع بعض امتحان الدور الثاني سنه 2023. اشمعنى الامتحان ده؟ الامتحان ده بيكون فيه اسئله صعبه واسئله واختيارات تحتمل الاجابتين، فعشان كده احنا جايبنا ونشوف هنتعامل ازاي مع الاسئله دي، وازاي نفكر في الاسئله لما تيجي ونقدر ان احنا بالنسبه لنا ايه نحلها. وخصوصا الامتحان ده عشان الامتحان ده ما نزلش له نموذج اجابه من قبل وزاره التربيه والتعليم، فتكون مركز معايا. ولو انا مختلف مع الكتاب اللي انت بتذاكر منه مفيش ادنى مشكله، انا هقول لك ان في سؤال زي ده انا هجاوب الاجابه دي، ولكن ممكن حد يجاوب لك الاجابه الثانيه، وهفسر لك التفسيرين الاثنين. تمام؟ يلا بينا عشان ما اطولش عليك، يلا بينا. السؤال الأولاني بيقول: أي المحيطات أو الأوراق الزهرية التالية يمكن أن تتواجد معا في نفس الثمر؟ حاجة محيطات زهرية ممكن تكون موجودة ليها في نفس الثمر. فأنت كان عندك في آخر الكتاب في النباتات الزهرية كده أمثلة أو 4 أمثلة. زي مين؟ زي الرمان كان موجود عندي فيه الكأس والأزدية، زي البتنجان كان موجود عندي فيه الكأس، زي القرع كان موجود عندي فيه التويج، زي البلح كان موجود فيه اللي هو الكأس. فيكون عندك هنا اللي بيمكن ان يتواجد معا وفي نفس الثمره، او بقى بعد ما الثمره اتكونت خلاص. هل الكأس والتويج، هل من اللي انا ذكرته ده موجود عندي الكأس والتويج الاثنين مع بعض؟ طبعا ده ما حصلش. الكأس ومعاه مين؟ الأزدية. اما التويج لوحده او الكأس لوحده زي ما في القرع وزي ما في البلح. طيب عندك السبلات. السبلات هي وحده الكأس، فيبقى بالنسبه لي طالما ذكر لك السبلات فده تنفع. طيب وأزدية، السبلات والأزدية الاثنين موجودين مع بعض؟ موجودين الاثنين مع بعض في ثمره اسمها ثمره مين؟ الرمان. فاذا ديت اللي تنفع معايا الاجابه الصحيحه، السبلات والأزدية موجودين الاثنين مع بعض في ثمره اسمها ثمره الرمان. طيب الأزدية والبتلات او الأزدية او الكأس والتويج نفس الفكره اللي قدام ده، لان الكأس لان الأزدية او اللي هو الطلع والبتلات موجودين الاثنين، والتويج موجودين الاثنين مع بعض في ثمره واحده، برضو قلنا لا، لان الأزدية ما بتجتمعش ليه مع التويج او البتلات، فده مش هينفع معايا. طيب البتلات والتخت، هل في ثمره موجود معاها التويج وموجود فيها التخت؟ برضو بالنسبه لي غلط، يبقى الاجابه بالنسبه لي الصح السبلات ومين؟ والأزدية. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني بقى بيقول لك: ادرس الرسم ثم استنتج. ما الحرف الذي يشير الى الخليه او العضو الذي تستهدفه افرازات الخليه بيه؟ تعال واحده واحده كده ونفهم مع بعض. افرازات الخليه بي ديت، الخليه بي ديت بتفرز ليها مين؟ بتفرز والله ماده باينه جدا اهي اسمها الهستامين. طيب الهستامين ديت هتعمل ايه بقى يا باشا؟ الهستامين ديت هتعمل ايه؟ والله الهستامين ديت كانت بتروح تاثر على الاوعيه الدمويه، تعمل ليها تمدد للاوعيه الدمويه، فهتزود ليا النفاذيه، فهيخش ليا خلايا الدم البيضاء لمكان الاصابه، وهيخش معاها البلازما اللي هتسبب ليها الورم. فايه اللي حصل دلوقتي؟ الماده دي اثرت على مين؟ هل اثرت لي على ايه مثلا؟ ايه ده؟ طبعا ده النسيج المصاب، ده النسيج او الجلد اللي هو حاجه اللي اخترقت الجلد. طيب هتاثر لي على اف، ده اف بالنسبه لي الحته ديت اف. ديت اللي تنفع. ليه بقى؟ لان اف ديت عباره عن الانسجه اللي موجوده او انسجه الوعائيه، اللي هو انسجه الوعاء الدموي. وفعلا الهستامين بتاثر على الاوعيه الدمويه اللي هي بتسبب ليها التمدد الاوعيه الدمويه. فالهستامين بيأثر على الاوعيه مين؟ الدمويه، اللي هي بالرمز اللي هي مين؟ اف. فيبقى ليها الاجابه اللي هي مين؟ ب. طيب ايه ده بيشاور ليا على المواد اللي جايه من الاوعيه الدمويه الى مكان مين؟ الاصابه، عشان تعمل ليا الاستجابه بالالتهاب او انها تقضي ليا على الميكروب. جميل. السؤال الثالث بيقول: ادرس الرسم التخطيطي لاحدى اليات المناعه في الانسان ثم استنتج. ما الخلايا المشار إليها بالحرف X و Y على الترتيب؟ نكبر السؤال شوية عشان نعرف نشتغل على المخطط. هو قال لك عندك هنا خلية بلعمية كبيرة ارتبطت ليا معاها بالتي اتش. طبعا وهي مرتبطة بالتي اتش البلعمية بتفرز ليا مادة اسمها مادة مين؟ الانترليوكينات.
حلو الكلام. اللي بتنشط ليها الخلايا مين؟ التي اتش. طيب نشطت الخلايا تي اتش فبقت بالنسبه لي تي اتش نشطه اللي هي اكس دي. حلو الكلام. طيب هتلاقي ان ماده الاكس اللي هي لسه قايل لك عليها ان هي تي اتش افرزت ليها ماده واثرت على نفسها تاني، فديت برضو ماده نشطه اللي هي الانترلوكينات. طيب حصلت دي فين بقى؟ حصلت دي في المناعه الخلويه ولا الخلطيه؟ لا طبعا ديت حصلت في المناعه الخلويه. اما المناعه الخلطيه التي اتش اتنشطت من الخلايا البلعميه عن طريق الانترلوكينات، وبعد كده هي راحت نشطت الخلايا الباقيه. طيب فانت عندك دي التي اتش. التي اتش بقى بتنشط ليا خليتين، خليه واي وخليه زد، ولكن ركز معايا كده، بتنشط ليا الخلايا واي بمادتين، ماده A وماده B. طيب مين اللي الخلايا تي اتش بتنشطها عن طريق خليتين؟ هي الخلايا مين؟ البائيه. اشمعنى بقى يا استاذ؟ لان الخلايا البائيه بتنشط ليا عن طريق الانترليوكينات في المناعه الخلطيه، وبتنشط ليا عن طريق السيتوكينات في المناعه الخلويه. فاذا هي نشطت دلوقتي عن طريق ايه؟ مادتين اتنين. يبقى هي مين ديت يا استاذ؟ المناعه الخلايا مين؟ البائيه. طيب زد دي تنفع بقى مين؟ تنفع مثلا التي سي، تنفع اللي هي خلايا التي سي، او تنفع بالنسبه لي اللي هي الان كي برضه، لان الان كي بتنشط ليا في المناعه الخلويه عن طريق تي اتش بالسيتوكينات. فيبقى ليا هو بيدور ليه على مين؟ على اكس وواي. اكس انا قلت لك ان هي تائيه مساعده وده باينه جدا حتى في الاختيارات. بص معايا كده في الاختيارات، الف وباء وجيم ودال، اول حاجه تائيه مساعده تائيه مساعده تائيه مساعده منشطه. حلو. الفكره كلها في السؤال هي في واي. عرفتها ازاي؟ باين لي على السهم من فوق ان انا عندي المواد A والمواد B. فايه هي الخليه اللي بتتنشط ليه عن طريق المادتين؟ هي الخليه البائيه عن طريق الانترليوكينات وعن طريق السيتوكينات. فتبقى قاتله طبيعيه. قلت لك قاتله طبيعيه مش هتنفع بالنسبه لي فتبقى خطا. تائيه مثبطه، التي اتش ما بتنشطش التائيه المثبطه فمش هتنفع. طيب تائيه سامه، قلت لك هي بتنشطها ولكن ما بتنشطهاش عن طريق مادتين فمش هتنفع. طيب منشطه او خليه بائيه ديت الاجابه الصح بالنسبه لي، يبقى الاجابه بالنسبه لي هي مين؟ د. طيب السؤال رقم 4 بيقول لك ما السبب المشترك لكل من الإجهاد العضلي والشد العضلي؟ عاوز سبب يجتمع ما بين الإجهاد والشد. طيب تعال نشوف كده، هل نقص الأكسجين؟ في الاثنين نقص أكسجين. ليه؟ طب ما يا استاذ الاثنين نقص اكسجين فالاثنين بيؤدي الى نقص الاي تي بي. نقص حد في الاي تي بي او نقص في الاي تي بي ده شد عضلي. طيب نقص في الاي تي بي ولكن بيعوض عن طريق زياده في استهلاك الجلوكوز ده اجهاد عضلي. ولكن في الحالتين ادى الى نقص مين؟ الاكسجين. فده الحاجه المشتركه ما بين الاثنين، نقص الاكسجين. طيب غياب الاي تي بي قلت لك لا، في الشد العضلي وليس في الاجهاد العضلي. هو نقص الاي تي بي في الاجهاد العضلي ولكن انا عوضته عن طريق ان انا استهلكت جلوكوز كتير. كنت بعمل عمليه تنفس لا هوائي، ولكن في مرحله التنفس اللا هوائي ده كان الجلوكوز بيديني 2 اي تي بي، ولكن انا في الحته ديت كنت بزود ليه من عدد الجلوكوز عشان اعوض ليه من الفاقد من الاي تي بي. تمام. وبالمفارقه اللي احنا هنتكلم عليها ان الاجهاد العضلي بيحصل فيه انقباض وانبساط ولكن على فترات زمنيه طويله. يعني بيحصل ليه انقباض وانبساط للعضله ولكن فتره زمنيه طويله. اما الشد العضلي هو خلاص هو حصل له انقباض بدون انبساط، يعني مش هيحصل له عمليه انبساط. فهنا عدم القدره على الحركه، هنا ممكن يتحرك ولكن بصعوبه شديده. حلو الكلام. طيب نقص الجلوكوز، الاجهاد العضلي ما فيهوش نقص الجلوكوز. حلو الكلام. ولا شد العضل. غياب الكولين استريز ده شد عضلي مش اجهاد عضلي. لو غاب الكولين استريز معنى كده ان هو مش هترجع العضله للوضع الراحه تاني، فيبقى غياب عندي في غياب كولين مين؟ استريز. حلو الكلام. فده شد عضلي وليس اجهاد عضلي، وهو عاوز المشترك ما بينهم. وركز في صيغه السؤال جدا عشان هنحتاجها باذن الله قدام. طيب السؤال رقم 5 بيقول اي مما يلي لا يعد من وظائف الاربطه. حاجه لا تعد ليا من وظائف الاربطه. طيب ركز معايا كده، هو الاربطه دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتربط ليا ما بين العظام وبعضها البعض. جميل. طيب وكانت بتعمل ايه؟ كانت بتحد ليا من مدى الحركه. جميل. طب تعال نشوف ربط العظام ببعضها عند المفصل ده صح طبعا، ده وظيفه الرباط، ده الوظيفه الاساسيه بتاعه الرباط. فيبقى ربط العظام ببعضها عند المفصل. هو قال لي بالك ايه؟ نفي، لا يعد. يبقى ركز معايا في السؤال. طيب تثبيت بعض اعضاء الجسم في مكانه، والله صح. تثبيت بعض اعضاء الجسم في مكانه زي الرحم. الرحم بيكون ليا مثبت ليا باربطه ملتصقه ليا او متصله بالرحم وعظام الحوض.
طيب تحريك العظام عند انقباض العضله هو ملهوش علاقه بالتحريك، هو بيحد ليا من مدى الحركه، فديت العباره اللي هي صح بالنسبه للسؤال، لانه بيقول لك لا يعد من وظائف مين؟ الاربطه. طيب تسمح بتمدد الرحم اثناء الحمل، ده صح. خلي بالك هنا كده في نوعين من الاربطه، مش نوع واحد انت خدته. ليه بقى؟ لان انت عندك خدت نوع من الاربطه موجوده عندي في العظام، في الدعامه اللي بتربط ليها ما بين العظام وبعضها، ما بين نفس النوع النسيج. حلو الكلام. اما في اربطه تانية بتربط ما بين نسيج مختلف، لان الرحم ده نسيج عضلي، وما بين العظام بتاعه الحوض ده نسيج عظمي، فيبقى عندي هنا في النسيج ضام، عظام يعني النسيج ضام، فعندي هنا بتربط ليا ما بين انسجه مختلفه. والاربطه اللي موجوده عندي في الرحم بتبقى اكثر مرونه، لان عمليه تمدد الرحم اثناء الولاده بيحصل لي عن طريق الاربطه ديت، فيبقى تحريك العظام عند انقباض العضلات ديت ليست من وظائف مين؟ الاربطه. طيب نخش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بقى بيقول لك تعالى كده، انت رحت فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احنا رحنا في حته تانيه خالص. ماشي طيب بس كده. سؤال رقم كام؟ السؤال رقم 6 بيقول لك ما الجهاز الذي يتكون في المراحل المبكرة من النمو الجيني او نمو الجنين؟ هو الكاتب هنا الجيني بس هي من نمو الجنين، رغم عدم استخدامه من قبل الجنين داخل الرحم. بص هو بيقول لك ما الجهاز الذي يتكون في المراحل المبكره. طيب تعالى نمشي على المعلومه اللي موجوده عندك، عشان السؤال ده برضو ممكن الناس تجاوبه حاجه وانا اجاوبه حاجه تانية خالص، فركز معايا كده. لما اجي اقول لك في المراحل المبكره من النمو بتاعه الجنين، مراحل المبكره من نمو الجنين، فانا عندي هنا الجهاز الهضمي انا ما جبتش سيرته اصلا عندك في المنهج، ولا قلت مراحل نمو من نمو الجنين في الاول ولا في الاخر ولا الكلام ده كله. ممكن اقول لك ان هو اكتماله في المرحله الاخيره زي ما هو قال لك، واكتمال باقي اعضاء الجسم في المرحله الثالثه. طيب فهو مستبعد معايا. شوف انا بحل طريقه السؤال ازاي. طيب عندك هنا الجهاز التناسلي، والله ممكن ليه؟ لان الجهاز التناسلي اذا كان بالنسبه لي ذكر او انثى هم بينمو ليا لو ذكر في 6 اسابيع يعني شهر ونص، يعني المرحله الاولى. طيب لو انثى 12 اسبوع يعني برضه المراحل المبكره، او اللي هو 12 اسبوع يعني ال3 شهور الاولى. حلو كلام. فده في الاول. طيب هل التناسلي بيستخدموا الجنين من رغم عدم استخدامه من قبل الجنين داخل الرحم؟ يعني الجنين بيستخدم ليا الجهاز التناسلي من قبل الرحم؟ لا ما بيستخدمهوش. حلو كلام. فدي تنفع الاجابه بالنسبه لي، وده اللي انا بالنسبه لي ده اللي انا اختاره. طيب البولي لا، ما جبناش سيره تكوين الجهاز البولي في اول المرحله. حلو كلام. طيب التنفسي بقى وده اللي عليه اختلاف. التنفسي هو بيكون ليا انا ما قلتش ان هو في المراحل المبكره، ولكن انا التنفسي عندي معلومه في الكتاب ان هو بيبدا تشغيل الجهاز التنفسي بعد الولاده مباشره، اللي هو بيقول لك عليها صرخه الحياه دي. حلو كلام. فممكن بعض الناس يجي يقول لك لا ده انا هختار التنفسي عن التناسلي لان من عدم استخدامه من قبل الجنين داخل الرحم. ولكن اللي انا ماشي عليه هو نص الكتاب. نص الكتاب بيقول لك ايه؟ نص الكتاب عندي بيقول ان انا عندي هنا نص الكتاب عندي بيقول ان انا عندي الجهاز التناسلي هو بيتكون ليا في المراحل الاولى او المبكره ليا منين؟ من مرحله الحمل. وكده كده التناسلي انا ما بستخدمهوش الا بعد مين؟ بعد الولاده. تمام. فيبقى اللي هي الاجابه هنا، الاجابه هتبقى بالنسبه لي هنا مين؟ باء. تمام. فيبقى لي الاجابه بالنسبه لي هنا الاجابه باء. طيب اي بقى من الجينات التاليه يعد مشتركا بين جميع حقيقيات النواه؟ دي سؤال هتلاقيه موجود عندكم في بعض الكتب لانه سؤال واقعي شويه. طيب اي من الجينات التاليه يعد مشتركا بين جميع حقيقيات النواه؟ هنشوف هل الام ار ان ايه ولا الام ار ان ايه وتي ار ان ايه ولا تي ار ان ايه والار ار ان ايه. بص يا معلم، الكائنات حقيقيات النواه وليكن هديك مثلا زي السلمندر والانسان. هل السلمندر بينتج ليا بروتين الانسولين؟ اقول لك لا مثلا. طيب الانسان بينتج بروتين الانسولين؟ ممكن السلمندر ينتج بروتين موجود فيه ومش موجود في الانسان؟ طيب ايه وجه الاختلاف في كده؟ التتابع بتاع الجينات او الشفره. هل الاختلاف في الشفره ذات نفسها؟ يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول لك مثلا AUG دي شفره حمض مين؟ الميثونين. جميل جدا. شفره حمض الميثونين ديت موجوده في الكل، سلمندر بقى بكتيريا، الشفره وراثيه عامه. بس الفكره في التتابع، AUG جنبها CCC جنبها GGG جنبها مش عارف ايه، فينتج لي بروتين معين. حلو الكلام.
فطالما هو بينتج وهتلاقي انواع البروتينات مختلفه ما بين الكائنات الحيه، هو مين اللي بيديني البروتين؟ الام ار ان ايه اللي انت ناسخه منين؟ من الجين اللي موجود ليه على مين؟ على المحتوى الجيني بتاع هذا الكائن. فبالتالي اللي هيكون مختلف هو مين؟ هو الام ار ان ايه. طيب اللي هيكون متشابه في الكل، انت كده انت قايل لي ان الشفره عامه، شفرة وراثية عامة 64 كودون بتطرح منهم 3 بيديك 61 كودون كلهم بيمثلوا شفرات لأحماض أمينية. فأنت عندك 61 نوع من التي ار ان ايه ثابتين في جميع الكائنات الحية، عادي ثابتين، لان هم ما فيش انواع غيرهم. تبدا من 20 لحد كام؟ لحد 61. اقل عدد 20، اكبر عدد 61. فده موجود. فهل ده يكون ليه موجود في جميع حقيقات النواه؟ موجود في جميع حقيقات النواه لان ثابت، الاختلاف في التتابع. طيب الار ار ان ايه، وانا مش هخلق بروتين؟ والبروتين يعني محتاج مين؟ ريبوسوم. وانت طالما محتاج ريبوسوم يبقى محتاج مين اللي يصنع ليها الريبوسوم؟ 4 انواع من الار ار ان ايه. فلازم يكون عندي الجينات بتاعتهم اللي انا هنسخهم عشان اكون منهم الار ار ان ايه، لازم يكونوا موجودين عندي في المحتوى الجيني. فانا جميع حقيقيات النواه بتصنع بروتين. طالما جميع حقيقيات النواه بتصنع بروتين يبقى محتاجه ريبوسوم. وطالما انا محتاج ريبوسوم يبقى انا محتاج ار ار ان ايه عشان بيخش في تصنيع مين؟ الريبوسوم. يبقى الاجابه بالنسبه لي اللي يعد مشتركا بين جميع حقيقيات النواه الام ار ان ايه خطا، الام ار ان ايه برضه خطا، التي ار ان ايه فقط خطا، ولكن معايا مين؟ جينات التي ار ان ايه وجينات مين؟ الار ار ان ايه. جميل؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك تعرض بعض الاشخاص لمستويات عاليه من الاشعاع في احدى محطات الطاقه النوويه ادى الى اصابه هؤلاء الاشخاص بالسرطان. ما السبب في اصابه هؤلاء الاشخاص بالسرطان؟ تعال نشوف ايه السبب ان هؤلاء الاشخاص حصل لهم الاصابه بالسرطان. هو بيقول لك بالبلدي كده، ودايما نترجم السؤال كده باللغه اللي انت تفهمه. هو بيقول لك ان بعض الاشخاص تعرضوا لمستويات عاليه من الاشعاع في إحدى محطات الطاقة النووية أدى إلى إصابة هؤلاء الأشخاص بالسرطان. ما السبب في إصابة هؤلاء الأشخاص بالسرطان؟ حدوث تغير في الدي إن إيه للخلايا المشيجية. لا، هي مش خلايا مشيجية، هي في الخلايا الجسدية، لأن انقسام السرطان هيبقى ليه انقسامات ميتوزية مجنونة. هو ده تعريف السرطان، اللي هو انقسامات ميتوزية غير محددة أو غير طبيعية، تبقى مجنونة شوية، فمش بتبقى في الخلايا المشيجية. طيب حدوث تغير في الدي إن إيه للخلايا الجسدية، ده صح. تغيرات جينية أدت إلى حدوث الانقسامات الميتوزية الكتيرة اللي بتكون موجودة عندي في مين؟ في الخلايا الجسدية اللي هتسبب لها السرطان. طيب حدوث تغير في عدد الكروموسومات للخلايا الجسدية، لا، عدد الكروموسومات يعني زيادة أو نقص هتسبب ليها المشاكل اللي احنا كنا عارفين عنها قبل كده، تمام؟ طيب فده مش هيسبب ليها السرطان. طيب حدوث تضاعف الكروموسومات في الخلايا المشيجية، قلنا مشيجية مش هتنفع بالنسبة لي، لازم أن تكون بالنسبة لي هنا يسبب ليها سرطان، فيكون عندي خلل انقسامات ميتوزية متتالية غير طبيعية، فيحصل ليها في الخلايا الجسدية وليس المشيجية، لأن الخلايا المشيجية بالنسبة للإنسان لا تنقسم إلا عند وجود أو عند حدوث حالة الإخصاب أو الاندماج. تتكون ازاي يديني انقسامات ايه؟ ميتوزيه. فمشيجيه غلط، يبقى بالنسبه لي الاجابه بالنسبه لي باء، حدوث تغيرات في الدي ان ايه للخلايا مين؟ الجسديه. السؤال اللي بعده بيقول رقم 9، اي مما يلي لا يعد من وسائل منع انتشار الكائن الممرض الى خلايا وانسجه النبات. عاوز حاجه من وسائل منع انتشار لا تعد، يعني نفي هنا، خلي بالك، لا يعد من وسائل منع انتشار الكائن الممرض الى خلايا وانسجه النبات. حلو الكلام؟ طيب الحساسيه المفرطه من منع انتشار. طيب تكوين التيلوزات من منع انتشار. البروتينات المضاده للميكروبات. البروتينات المضاده للميكروبات دي عباره عن ايه؟ اللي هي بالنسبه لي انزيمات نزع السميه. هل انزيمات نزع السميه منع انتشار ولا تحويل المواد السامه الى مواد اقل منها سميه؟ طبعا تحويل المواد السامه الى مواد اقل منها سميه. فهنا هي بالنسبه لي مش منع انتشار، دي مناعه بايوكيميائيه. حلو كلام؟ طيب احاطه خيوط الغزل الفطري برضو بالنسبه لي منع انتشار، يبقى الاجابه بالنسبه لي هي مين؟ جيم، وده سؤال سهل شويه. طيب ما الماده التي تعمل كوسيط بين الخلايا المناعيه والخلايا الجسديه؟ سؤال زي ده في الاختيارات هقول لك ايه المفروض كان يجي، وايه هو الاختيار اللي انا هختاره، وايه هو اللي ممكن الناس تفكر فيه وتقول لك ده الاجابه الصح. بص يا معلم، الماده اللي بتعمل ليها كوسيط بين الخلايا المناعيه والخلايا الجسديه والمذكوره نصا عندك في الكتاب اللي هي حلقه وصل او بتعمل كوسيط بين الخلايا المناعيه والخلايا الجسديه هي الانترليوكينات. راجع الكتاب وهتعرف الكلام ده.
تمام. اقول لك حلقه وصل بين الخلايا المناعيه والاخرى وبين الخلايا المناعيه والخلايا الجسديه اللي موجوده عندي في الجسم. فلو جاب لي هنا السؤال ده في الاختيارات الانترليوكينات كانت اختارها في ثانيه. حلو الكلام. طيب تعال نشوف بقى الماده بقى اللي بتعمل كوسيط بين الخلايا المناعيه والخلايا الجسديه في الاختيارات ديت. انترفيرونات انا هقول لك غلط، لانها مش خلايا اصلا مناعيه، هي بتتفرز من خلايا مصابه يعني خلايا جسديه زيها وبتاثر على خلايا سليمه خلايا جسديه زيها. طيب الليمفوكينات خلايا مناعيه تي اس بتاثر على تي اتش او خلايا بائيه. فانا حذفت اجابتين، عندي اجابتين بقى، يا اما السيتوكينات يا اما السموم الليمفاويه. بص يا معلم، انت السيتوكينات هي بتحفز ليا او بتعمل ليا التحفيز او التنشيط زيها زي الانترليوكينات. فناس هتيجي تختار تقول لك السيتوكينات لان بتعمل ليا عمليه التحفيز. حلو كلام. تحفيز ازاي؟ يعني هي اللي بتحفز ليا الخلايا، بتحفز ليا على نشاط الخلايا المعينه، فبالتالي وظيفتها زي تشبه ليا الانترليوكينات، فبالتالي هي اللي بتحفز ليا الخلايا الجسديه مثلا على رفع درجه الحراره او ايا كان الفعل اللي هتقوم بيه. فعشان كده في ناس هتختار السيتوكينات. اما انا لا، انا دلوقتي ممكن اختار لك اللي هي السموم الليمفاويه. ليه بقى السموم الليمفاويه؟ ركز معايا، السموم الليمفاويه دي بتفرز ليه منين؟ من خلايا التي سي. الخلايا التي سي دي بتاثر ليه على مين؟ على الخليه المصابه. طيب الخليه المصابه ديت لما اجي اقول لك ادي المستقبل بتاع اللي هي التي سي، طبعا انتوا عارفين كله اللي هو سي دي 8. حلو كلام. طيب التي سي ديت هتفرز ليها مين؟ البيروفورين والسموم الليمفاويه. البيروفورين بيأثر على الغشاء، السموم الليمفاويه بتأثر ليه على النواه. طيب الفكره هنا في السؤال كله ان دي خليه ايه؟ مصابه. يعني ايه خليه مصابه؟ يعني خليه جسديه. فعندي هنا ماده وصل ما بين الخليه السليمه والخليه المصابه، ولا هي مين؟ السموم الليمفاويه. فدي الاجابه اللي انا مقتنع بيها اللي هي السموم الليمفاويه. في ناس هتختارها لك السيتوكينات كانها بالظبط تشبه ليها الانترليوكينات، فتعمل ليه على تنبيه الخلايا الجسديه الاخرى. فده مش واضحه وصريحه شويه، ولكن انا الاجابتين تنفع معايا، لكن الافضل بالنسبه لي ان انا هختار مين؟ السموم الليمفاويه. السؤال اللي بعده بيقول، سؤال رقم 11 بيقول لك ادرس الجدول التالي ثم استنتج. اين يوجد الدي ان ايه اوليات النواه في الكائن المشار اليه بالحرف ايه؟ هو عاوز يعرف الدي ان اللي موجود عندي ده موجود فين. طيب بص معايا كده، انت عندك هنا كروموسومات في الكائن ايه؟ موجود فيه كروموسومات، ماشي؟ موجود عندي هنا كده كروموسومات، موجود عندي هنا كده كروموسومات. طيب الدي ان ايه الاوليات النواه؟ موجود في دي ان ايه الاوليات النواه، بس ما فيهوش بلازميد، بس في صبغه الكلور. في صبغه الكلور يبقى انا عرفت ان هو عباره عن مين؟ عن النبات. والنبات ده يعني فيه مين؟ في بلاستيده. فيبقى بلاستيده فقط؟ لا، ده هو في بلاستيدات وفي ميتوكوندريا وفي نواه. طيب في الميتوكوندريا فقط؟ لا غلط، هو بيقول لك اين يوجد الدي ان ايه لاوليات النواه. حلو كلام. طيب في البلاستيده والميتوكوندريا ده صح لانها بتتكلم على النبات. طب يا استاذ ليه ما اخترتش دال البلاستيده والميتوكوندريا والنواه؟ ركز يا حبيبي، ما تاخدش الاجابه بناء على المعلومه اللي في راسك، السؤال هو اللي وجهك. هو بيقول لك اين يوجد دي ان ايه لاوليات النواه. اوليات النواه ديت الدي ان بتاعها موجود فين؟ في البلاستيده والميتوكوندريا، بس مش موجود عندي في النواه، لان النواه الدي ان بتاعها بيكون حقيقيات النواه في صوره كروموسومات او صبغيات. فيبقى ليه الاجابه بالنسبه لي هي مين؟ جيم. سؤال سهل بس ممكن تتلخبط فيه. طيب السؤال رقم 12 بيقول لك ساعدت دراسة الجينوم البشري. ممرضة ايه؟ انا جبت الكلمة دي منين؟ ساعدت دراسة الجينوم البشري في التعرف على الجينات المسببة للأمراض. ممكن شفت الأمراض دي فقلت عليها ممرضة، ماشي. على الجينات المسببة للأمراض. ما الأمراض التي لم يتم التعرف على جيناتها من خلال دراسة الجينوم البشري؟ والله تعال نشوف مرض كده. السلة والديفتري دول، بص أنا عارف إن هم مش عندك في المنهج، واحده كده. السوله والديفتري دول مش عندك في المنهج، حلها بالاستبعاد يا عم. تعال نبص كده واحده. انت عندك معلومه في المنهج هتحل منها السؤال ده في ثانيه. هو انا بتكلم عن الجينوم البشري، يعني عندي مرض وراثي او مرض حصل لي خلل في المحتوى الجيني. من المرض اللي انت خدته وبيحصل لي خلل في المحتوى الجيني من ضمن الامراض ديت السرطان والسكر؟ قلنا غلط. والسرطان والسكر لا، هو بيقول لك ايه؟ ما الامراض التي لم يتم التعرف على جيناتها من خلال دراسه الجينوم البشري؟ جميل. انا السرطان والسكر اعرفه من خلال مين؟ الجينوم البشري.
صح؟ طيب عجز بعض الاعضاء اعرفها برضو من الجينوم البشري، اول استخدام عندك في الجينوم البشري. تاني واحد مش اول. طيب عندك عمل الوان وسيوله الدم، الهيموفيليا وعمل الوان، دول امراض وراثيه، فبرضو عرفتها عن طريق الجينوم البشري. طيب مين اللي ما عرفتوش بقى، اللي انت ما تعرفوش اصلا، اللي انت ما هوش عندك؟ سولا والديفتري دي من امراض البكتيريه، فيبقى بالنسبه لي انا ما استكشفتهاش عن طريق الجينوم الايه البشري. تعالى ناخد السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده رقم كام؟ رقم 13. بيقول لك ادرس الرسم المقابل ثم استنتج. انت عندك هنا يا معلم اكتين، وعندك هنا الميوسين، وعندك هنا الروابط المستعرضه المرتبطه ليا بخيوط الاكتين. ما المنطقه من القطعه العضليه الموضحه بالرسم؟ جميل جدا، مفيش اسهل من السؤال زي ده، بس انت لو شغلت دماغك. سؤال سهل ازاي؟ انت عندك خيوط ميوسين ماشي، وعندك خيوط ايه؟ اكتين، الاتنين مع بعض وفي نفس المنطقه. انهي منطقه بيكون الاتنين مع بعض؟ منطقه الداكنه ايه. عشان كده قلت لك ان هو سؤال سهل جدا لو عرفت تجاوبه. طيب ما تقولش ان هو يروح يقول لك ده لا منطقه شبه مضيئه. لا يا معلم، شبه مضيئه ازاي شبه مضيئه يبقى يكون فيها ميوسين بس. اما هنا هو بيقول لك المنطقه باينه وواضحه وصريحه، وميوسين تحت واكتين فوق، روابط مستعرضه بتربط الاثنين وبتكون ليا معقد حاجتين مع بعض، الاكتين والميوسين. يبقى بالنسبه لي ديت المنطقه الداكنه مين؟ ايه. ولا هي الشبه المضيئه اتش، ولا هي الشبه المضيئه اتش، ولا هي اي المضيئه، ولا هي خط مين؟ زد. فيبقى بالنسبه لي غلط، يبقى الاجابه بالنسبه لي هي مين؟ ايه. السؤال اللي بعده بيقول، السؤال رقم 14 بيقول لك ادرس الجدول التالي الذي يوضح التراكيب التي تظهر عند فحص كل من اكياس حبوب اللقاح. لما نيجي نفحص اكياس حبوب اللقاح هنلاقي ايه؟ ومبيض ثلاث ازهار، ومبيض ثلاث مين؟ ثلاث ازهار لنباتات مختلفه، ثم استنتج. ماشي. ما سبب حدوث تلقيح ذاتي في الزهرة 3 وعدم حدوثه في الأزهار 1 و2؟ ليه حصل لي تلقيح ذاتي في الزهرة رقم 3 وما حصلش لي في الزهرة رقم 1 ولا 2؟ بص معايا كده، المنتج عندي هنا جراثيم صغيرة، يبقى لسه هنا غير تامة النضج. جراثيم صغيرة، هل اتحولت لحبة لقاح؟ لا، فهي عباره عن جراثيم صغيره غير تامه النضج. طيب خليه البيضه هنا تامه النضج، يبقى ليه ما بيحصلش هنا تلقيح ذاتي؟ لان بالنسبه لي المبيض ناضج، اما المطق لا، ليس ما هوش ناضج. يبقى ده ما حصلش في الف عشان ناضج وغير ناضج. طيب عندك اتنين نواه مولده ونواه انبوبيه، وخليه هنا ده ناضج بقى، رقم 2 ده ناضج. طيب المبيض خليه جرثوميه اميه غير ناضجه، لسه ما انقسمتش انقسام ميوزي تديني 4 خلايا، 3 منهم يتحللوا تفضل واحده تنقسم 3 انقسامات ميتوزيه تديني 8 انويه وهكذا، وتديني في الاخر البيضه والخلايا السماتيه والخلايا المساعده ونواتج الكيس الجنيني. ما حصلش ده كله، لسه زي ما هي خليه جرثوميه اميه. فاذا هي بالنسبه لي ايه يا معلم؟ هي بالنسبه لي غير ناضجه، والمطق ناضج، يبقى مش هيحصل ليا تلقيح ذاتي. لازما الاثنين عشان يحصل ليا تلقيح ذاتي لازما تكون فاكر الشروط كده معايا، ان الاثنين ينضجوا ليا في نفس الوقت، وان يكون ليا المطق اعلى منين؟ من الميسم، عشان يحصل ليا تلقيح عن طريق التلقيح مين؟ الخلطي. فتعال نشوف رقم 3 بقى اللي بيتكلم عليها ديت، ليه حصل ليا التلقيح عشان يحصل تلقيح ذاتي. ليه حصل ليا التلقيح الذاتي هنا؟ عن طريق نواه مولده ونواه انبوبيه يعني كامله النضج. خليه سماتيه خليه سماتيه يعني كامله النضج، حصل المراحل اللي انا لسه قايل عليها كلها دي. فيبقى بالنسبه لي هنا ايه بقى؟ نضج الشقين الجنسيين معا. الزهره لديها غلاف زهري، ما فيش حاجه تدل على الكلام ده من قبل الجدول اللي موجود عندي. غياب وسائل التلقيح الخلطي، الاثنين موجودين. وسائل التلقيح الخلطي عندي اذا كان حشرات ولا رياح ولا الكلام ده كله، برضو الجدول مش بيبين كده خالص، الجدول مبين عمليه النضج. فيجاوب السؤال بناء على السؤال. طيب وجود المطق في مستوى اعلى من الميسم؟ لا، برضو الجدول مش بيبين كده. انا بتكلم على الجدول، انا بتكلم على السؤال هو اللي موجهني. طب يا استاذ لو وجود المطق في مستوى اعلى من الميس هل ده يحصل ليه تلقيح ذاتي؟ ما انا لسه قايل هيحصل تلقيح ذاتي. وهل بس السبب في الجدول ده ايه بقى يا استاذ؟ نضج الشقين الجنسيين معا. انا بتكلم على الجدول مش بتكلم على المعلومه. فاكرر تاني وافضل اقول واعيد وازيد، السؤال هو اللي وجهك مش انت اللي توجه السؤال، عشان في ناس كتير بتغلط في الحاجات دي، مع انها ناس شاطره وكويسه ولكن تتلخبط. السؤال هو اللي يوجهك مش انت اللي توجه السؤال بناء على معلومتك انت. عشان ما تجيش تقول السؤال غلط ومش عارف ايه والكلام ده كله. طيب سؤال رقم 15 بيقول ما ناتج عمليه الاخصاب المزدوج في النباتات الزهريه؟ بص يا معلم، ناتج عمليه الاخصاب المزدوج في النباتات الزهريه على طول هو الزيجوت ونواه الاندوسبيرم، ده الناتج بتاع الاخصاب.
بعد كده بيحصل ليا مراحل نمو فبيديني الجنين وبيديني اللي هو النسيج الاندوسبيرم. اما الناتج المباشر على طول من عمليه الاخصاب المزدوج هو طبعا الزيجوت، هو طبعا هيبقى بالنسبه لي مين؟ الزيجوت ونواه مين؟ الاندوسبيرم، عشان ما نضيعش وقت فيها كتير في سؤال زي ده. اما لو هو بعد كده ايه اللي هيحصل ليهم؟ هيبقى ليا الجنين ونسيج الاندوسبيرم. مفهوم؟ طيب 16 بيقول اي من البذور التاليه تحصل على الطاقه اللازمه لتكوين الجنين من الاندوسبيرم. ركز بقى معايا في سؤال زي ده، هو بيقول لك ايه؟ انا بحصل على الطاقه لتكوين الاندوسبيرم منين؟ حلو الكلام؟ طيب لتكوين الجنين. طيب ركز بقى من كلمه تكوين الجنين ده، لان انت حضرتك متعود على ايه؟ متعود على مرحله الانبات، لان مرحله الانبات انا بستخدم فيها اللي انا بحصل منه الطاقه او بحصل منه الغذاء هو فعلا في اللي هو الاندوسبيرمي بحصل من النسيج الاندوسبيرم. طيب اللا اندوسبيرمي بحصل ليا من الغذاء اللي كونه ليا النبات اللي هو الغذاء البروتيني ده. اما هنا السؤال مختلف، بيقول لك لتكوين الجنين في حالات من النسيج الاندوسبيرم، مين اللي هيحصل عليه؟ انت هتقول لي على طول الاندوسبيرم، لا اقول لك الاثنين، الاندوسبيرم واللا اندوسبيرم. اشمعنى؟ لانه لتكوين الجنين. لما اجي اقول لك ان انا عندي اللا اندوسبيرم، ايه اللي حصل في الاول؟ والله قال لك ان الجنين اتغذى على النسيج الاندوسبيرم لحد ما خلصه، فمعنى كده ان الجنين ايه؟ اتغذى عليه، فعشان كده نمع ايه؟ عليه. فيبقى عندي هنا في السؤال بيقول لك اي من البذور التاليه تحصل على الطاقه اللازمه لتكوين الجنين من الاندوسبيرم، يبقى اللي هو الاندوسبيرمي واللا اندوسبيرمي الاثنين مع بعض اللي بيحصلوا ليه على مين؟ على طاقه من النسيج الاندوسبيرمي. طيب السؤال اللي بعده سؤال رقم 17 بيقول ما وصف الدي ان ايه المتكرر؟ ايه وصف الدي ان المتكرر في خلايا الكائن الحي؟ طبعا انت عندك المثالين بتوع الدي ان المتكرر دول عباره عن مين؟ عباره عن الار ار ان ايه المتكرر ليه 600 او الموجود عندي ب 600 نسخه من الجينات او البروتينات مين؟ الهستونيه. طيب انت عندك هنا البروتينات الهيمين الهستونيه. طيب الف بيقول لك نسخ متكرر لكل المحتوى الجيني، هل هو نسخه متكرره لكل المحتوى الجيني ولا هو نسخه متكرره لجين معين؟ نسخه متكرره لجين معين، فالف بالنسبه لي ده غلط. طيب نيوكليتيده تستخدمها اكثر من مره، يعني عندي نيوكليتيده واحده مثلا ادينين 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 والكلام ده كله، هل ده هو ده التكرار المحتوى الجيني؟ طبعا بالنسبه لي ده غلط. طيب تتابع من الدي ان ايه له عده نسخ في المحتوى الجيني، ده صح. ليه؟ لان جين تتابع من الدي ان ايه بتاع الار ار ان ايه مثلا له كذا نسخه، وليكن هتوصل ل 600 نسخه زي ما موجود عندك في الكتاب، او زي البروتينات الهستونيه جين معين تتابع معين بيتكرر كذا مره على المحتوى الجيني او على الدي ان ايه. اذا الاجابه بالنسبه لي هنا مين؟ هي عباره عن ج. السؤال رقم 18 بيقول لك في ايه؟ سؤال رقم 18 بيقول ان انا عندي هنا سؤال رقم 18 حدث خلل في احدى جينات الار ار ان ايه في خليه ما، نتج عنه تكوين 3 انواع بدلا من 4 انواع من الار ار ان ايه. طيب ايه المشكله في كده يا حبيبي؟ انت عندك الريبوسوم اللي بيكون تحت وحده الريبوسوم الصغرى وتحت وحده الريبوسوم الكبرى محتاجه ال4 انواع من الار ار ان ايه. حلو، وانت كونت منهم 3، هل هيكون الريبوسوم؟ لا. طيب لو ما تكونش الريبوسوم ايه اللي هيحصل؟ عمليه تخليق البروتين هتوقف. طيب طالما عمليه تخليق البروتين هتوقف يبقى ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ طالما عمليه تخليق البروتين هتوقف يبقى معدل انتاج البروتين هيوقف، يبقى معدل نشاط الخليه ممكن ان هو يتاثر او هيتاثر. حلو الكلام؟ طيب تتوقف عمليه ترجمه البروتينات في هذه الخليه؟ هو بيقول لك ما النتيجه المترتبه على ذلك؟ طبعا توقف عمليه الترجمه البروتينات في هذه الخليه. تكوين 69 نوعا فقط من عديد البيبتايد اللازم لبناء الريبوسوم. انا ما بتكلمش عن عديد البيبتايد، انا بتكلم عن 4 انواع من الار ار ان اي. هو اصلا لو ما تكونش الريبوسوم فانت عندك دلوقتي مش هكون 69 نوعا اصلا. ليه؟ لان مش هيبقى في عمليه ترجمه زي ما انا لسه قايل لك في اول مره، تتوقف عمليه ترجمه مين؟ البروتين. طيب يتكون تحت وحده الريبوسوم بشكل صحيح؟ طبعا خطا، بشكل غير صحيح. حلو الكلام؟ طيب الام ار ان اي لا يحمل شفره بناء 70 نوع من عديد البيبتايد الى السيتوبلازم؟ لا، بيحمل الشفر عادي مفيش مشكله، بس المشكله في عمليه الترجمه او عمليه التخليق عن طريق الريبوسوم. الريبوسوم هيتكون ولكن هيبقى فيه مشكله معينه فيؤدي الى عدم تخليق البروتين او عدم ترجمه البروتين او عدم ترجمه الام ار ان اي. سؤال رقم 19 بيقول لك ادرس الرسم الذي يوضح
فعل احدى انزيمات القصر على بلازميد بكتيري، ثم استنتج كم عدد الروابط التي يتم كسرها بواسطه انزيم القصر في البلازميد الموضح بالرسم. طبعا انت عندك هنا ده انزيم قصر. انزيم القصر بالنسبه لي ده بالنسبه لي موقع التعارف. انزيم القصر لما يجي يكسر بيكسر لي الروابط التساهميه الموجوده ما بين مين؟ ما بين النيوكليدات هنا وهنا. ادي الروابط التساهميه الموجوده عندي ما بين النيوكليدات هنا وهنا، والروابط الهيدروجينيه الموجوده عندي ما بين القواعد. طيب كسر كم رابطه تساهميه؟ موقع تعرف واحد هيكسر 2 رابطه تساهميه، فواحده رابطه تساهميه غلط، واحده غلط. طيب هيبقى عندي يا اما الف يا اما باء. طيب هيكسر كم رابطه هيدروجينيه؟ 4 ولا 8؟ هقول لك تعال نحسبها. هو هنا متصل التي قصاد الاي، فبيكون كام رابطه؟ رابطتين. عندي كام اتصال ما بينهم؟ 4 اتصالات، تي واي وتي واي واي وتي واي وتي. كل واحد ما بينهم ما بين القواعد دي 2 روابط هيدروجينيه، فطالما في 2 يبقى 2 في 4 بكام؟ ب8، فيبقى ليها الاجابه بالنسبه لي هي باء. والسؤال ده انتم متعودين عليه وموجود عندكم في كتب الخارجيه. سؤال رقم 20 بيقول لك ما النتيجه المترتبه على حدوث كسر لبعض الضلوع؟ حصل ليها كسر في بعض الضلوع اللي موجوده عندي فين؟ في القفص الصدري. ايه اللي هيحصل بقى؟ هيأثر ليا في نشاط الغده التناسليه. يقول لك البعض هيقول لك لا ومش عارف الكلام ده كله، بس افهم ليه. هو لا ماشي، بس ليه لا؟ وايه العلاقه ما بين الضلوع والغده التيموسيه؟ ببساطه يا معلم، الضلوع من ضمن العظام اللي بيكون موجود فيها نخاع عظام. حلو الكلام؟ ونخاع العظام بينتج ليها الخلايا التائيه. فلو معدل انتاج الخلايا التائيه قل، معدل نشاط الغده التيموسيه هيقل، لانه مش هيلاقي حاجه يشتغل عليها عشان يعمل على نضجها. طيب هنا ليه بقى مش هيتاثر طالما الضلع هو اللي بينتج نخاع العظام؟ لان نخاع العظام موجود في كذا مكان. موجود عندي في العظام المسطحه اللي هي موجوده عندي زي القص والكتف وعظام الحوض والكلام ده كله. طيب او في رؤوس العظام الطويله، فبرضه ده يعوض ده. فتاثير نشاط الغده التيموسيه مش هياثر ليه على نشاط الغده التيموسيه قوي. طيب توقف حركه الجزء العلوي من الجسم، يعني توقف ليه حركه الدراع بتاعي من الجسم؟ لا طبعا. طيب توقف انتاج خلايا الدم، دي نفس الفكره بتاعت خلايا النخاع العظام، هيوقف ليها انتاج خلايا الدم؟ لا طبعا، برضو نخاع العظام هيكون موجود بالنسبه لي فمش هيوقف ليها انتاج خلايا الدم، فيبقى بالنسبه لي الاجابه باء وجيم غلط. يبقى هي طبعا الشعور بالام عند الشهيق ومين؟ والزفير. طيب ليه الشعور عند الالام بالشهيق والزفير؟ هو مين اللي بيعمل الشهيق والزفير اصلا؟ الرئتين. لما انت تيجي بتعمل ايه؟ تنفس، ده مين اللي بيعمله؟ الرئتين. حلو. طيب انا دلوقتي ايه فايده الضلوع؟ والله الضلوع فايدتها ان هي بتحمي ليا القفص الصدري، وبتساعد برضو بتعمل ليا على اتساع القفص الصدري اثناء الشهيق وتضييقه اثناء الزفير والكلام ده كله. ولكن الفكره هنا ان انا عندي هنا لما يحصل ليا اللي هو عمليه التنفس، الضلع كان هيعمل ليا اتساع، فانا عندي هنا كسر فيحصل ليا ايه؟ ألم أثناء مين؟ أثناء عند عملية الشهيق وعند عملية الزفير، لأن هيحصل ليها حركة للضلوع اللي حصل ليها عملية الكسر دي. تمام؟ السؤال اللي بعده بيقول السؤال رقم 21 بيقول لك الشكل التالي يبين الورقة المركبة الرئيسية لإحدى النباتات البقولية. وركز معايا في كلمة البقولية دي، لأن جايبه لك البقولية ده بغرض معين، إن هو يقول لك إن في هنا بيحصل ليه عملية النمو اليقظة أو حركة النمو اليقظة التي تحول فيها بعض وريقاتها إلى محاليق. حلو، يبقى أنا عرفت الحركة الثانية. الحركة الثانية اللي هي تبقى حركة الشد عن طريق المحاليق. ما نوع المثير أو المثيرات التي يمكن أن تستجيب لها لهذه الورقة؟ طبعا النمو اليقظة بتستجيب لمين؟ الظلام والضوء. طيب عندك المحاليق بتستجيب لمين؟ للجسم مين؟ الصلب. فساق خشبيه فقط غلط، ضوء والظلام فقط غلط، ساق معدنيه وضوء وظلام ده فعلا الاجابه الصح لانه عنده محاليق، وقلنا ان ده من ضمن البقوليات يبقى بيستجيب لعمليه النوم واليقظه. سؤال سهل، يبقى الاجابه بالنسبه لي هي مين؟ هي ج. سؤال رقم 22 بيقول لك ادرس الرسم الذي امامك ثم حدد ما الحرف الذي يشير الى تركيب قنوي. الحرف الذي بيشير ليه مين؟ الى تركيب قنوي. بص يا سيدي انا هحلها لك بحاجه بسيطه جدا. انت عندك هنا الشكل ده كله، الشكل ده اهو اللي انا هعلم عليه ده اهو، الشكل ده كله بيعبر ليه عن مين؟ عن الغده القنويه، عن الغده الدرقيه. يعني ايه في الغده الدرقيه؟ وبي في الغده الدرقيه، وسي في الغده الدرقيه. هي الغده الدرقيه دي مختلطه؟ لا، ده غده لا قنويه بتصب افرازاتها في الدم مباشره، سواء الغده الجارات الدرقيه، سواء افرازاته بقى من الحويصله، سواء افرازاته بقى من البرزخ، حويصلتين بينهما برزخ والكلام ده كله. ده كله بالنسبه لي هيصب ليا فين؟ في الدم، فهو لا قنوي. فايه الجزء المختلف عن الغده الدرقيه؟ دي اللي هي مين؟ القصبة الهوائية. ده عبارة عن مين؟ عن القصبة اللي هي مين؟ القصبة الهوائية. ده عبارة عن مين؟ عن القصبة اللي هي مين؟ القصبة الهوائية. ده عبارة عن مين؟ عن القصبة اللي هي مين؟ القصبة الهوائية. ده عبارة عن مين؟ عن القصبة اللي هي مين؟ القصبة الهوائية. ده عبارة عن مين؟ عن القصبة اللي هي مين؟ القصبة الهوائية.
حلو. طيب فده عباره عن القصبه الهوائيه. القصبه الهوائيه ذات افراز قنوي هيصب ليها في افرازاتها فين؟ في القناه. مفهوم؟ طيب فيبقى ليا الاجابه بالنسبه لي هي مين؟ دي. طيب السؤال اللي بعده، السؤال رقم كام؟ رقم 23. سؤال رقم 23 بيقول لك ادرس الرسم التالي للتكاثر في الخميره ثم استنتج. استنتج ايه؟ اي الحروف يعبر عن خلايا شقيقه. هنجيبها واحده واحده كده. هو بيقول لك عندك هنا نواه وعندك هنا فجوه. حلو. ايه اللي حصل؟ حصل لي انقسام جزء من السيتوبلازم الاول قبل الانقسام النووي. ركز عشان الانشطار الثنائي. طيب طلع ليا برعم اهو او بروز اهو، انقسام سيتوبلازم. بعد كده حصل ليا انقسام نووي للنواه. بعد كده كونت ليا براعم. مين اللي ممكن يكونوا ليا اشقاء A وB؟ ببساطه لان الاثنين ناتجين ليا من نفس الفرد. حلو الكلام. فالاثنين A وB هم الاشقاء بالنسبه لي، فيبقى ليا الاجابه الف. ده سؤال استنتاجي من على الرسم اللي هيجي لك. حلو. فالعب على السؤال من حيث السؤال. حلو الكلام. يعني امشي نحو سؤال بيوجهك انت مش انت اللي بتوجهه. طيب سؤال رقم 24 بيقول لك ما الذي يميز التكاثر الجنسي في الانسان عن التكاثر الجنسي في نحل العسل؟ ايه اللي بيميز التكاثر الجنسي في الانسان عن التكاثر الجنسي في مين؟ في نحل العسل. تعال يا عم اقول لك واحده واحده كده عارفين ان الاثنين تكاثر جنسي، فالاثنين بينتجوا امشاج. الفكره في الامشاج انتجت ازاي؟ الامشاج في الانسان الاثنين ناتجين من انقسامات ميتوزيه ثم ميوزي، يعني انقسام ميوزي. طيب الامشاج بقى في ذكر نحل العسل من انقسامات ميتوزيه. طيب في الانثى انقسام ميوزي، يعني تشبه ليا الانسان. اما اللي ما بيشبهش ليا الانسان في الانقسامات بتاعته هو مين؟ ذكر نحل العسل. يبقى في تكوين الامشاج بتاعته. نوع الانقسام الذي يؤدي لتكوين الامشاج المؤنثه لا غلط، لان الامشاج المؤنثه هنا ميوزي وهنا ميوزي. نوع الانقسام الذي يؤدي لتكوين الامشاج المذكره 100% صح. ليه بقى يا استاذ؟ لان نوع الانقسام الذي يؤدي لتكوين الامشاج المذكره في الانسان ميوزي. نوع الامشاج الذي يؤدي لتكوين الامشاج المذكره في نحل العسل ميتوزي، لان ذكر نحل العسل اصلا بيكون عباره عن ايه؟ عن نون. عدد الافراد الابويه المشاركه في التكاثر 2، ذكر وانثى. نوع الانقسام الخليه الناتجه عن الاخصاب هو انقسام واحد، انقسام ميتوزي. زيجوت غرض النمو يحصل له انقسامات ايه؟ ميتوزيه. طيب سؤال رقم 25 بيقول الشكل التالي يوضح منظرا علويا للفقره العنقيه الاولى والتركيب المشار اليه بالحرف مين؟ اكس. التركيب المشار اليه بالحرف مين؟ اكس. التركيب المشار اليه بالحرف اكس ده اللي هو مين؟ النتوء المفصلي الامامي لهذه الفقره، صح؟ طيب ادرس ثم اجب اي اجزاء الجمجمه يتمفصل مع التركيب المشار اليه بالحرف اكس. مين الجزء اللي بيتمفصل ليه مع الجمجمه؟ التركيب المشار اليه بالحرف اكس. في ناس لما السؤال ده جه قالوا لا ده هي الثقب الكبير. يا عم يا حبيبي ازاي الثقب الكبير؟ الثقب الكبير ده فراغ، يعني انا عملت لك دايره كده، ادي الدايره اهي. قلت لك ان انت مثلا العظمه متصله مع الفراغ ده اللي موجود عندي في الثقب الكبير. ازاي؟ يعني مثلا انا ايدي اهي، اقول لك ايدي متصله بالهواء الجوي بالفراغ. هل ايدي بتلعب مش متصله؟ حلو، ده فراغ. طيب اما الفقره العنقيه الاولى النتوء المفصلي الامامي هتتصل ليا مع مين؟ مع الجزء المخي او الجزء الخلفي من الجمجمه اللي هو العظام. يعني يكون عندي هنا كده نتوء من الجزء الخلفي وادي نتوء من الجزء الخلفي، فهيتصلوا مع بعض لان دي عظام موجوده مش فراغ. فيبقى ليا الاجابه بالنسبه لي هي مين؟ الجزء مين؟ المخي. هيبقى ليا الجزء مين؟ المخي. اما الجزء الوجهي يعني متصله ليه من هنا طبعا غلط. طيب اما الثقب الكبير قلنا غلط. ليه الثقب الكبير؟ طيب اما بالنسبه لي الفك السفلي هو اللي متصل بالفقرات العنقيه، ما كناش هنعرف نتحرك الفك السفلي اصلا، فيبقى مش هتنفع بالنسبه لي غير مين؟ الجزء المخي. السؤال اللي بعده رقم 26 بيقول لك ما العمليه التي لا يشارك فيها هرمون الانسولين؟ اسمع مني كده. هرمون الانسولين ده هرمون بيعمل لي عمليتين متعاكستين في عمليه الايض. هو يعني ايه ايض؟ يعني تمثيل غذائي. والله العظيم يعني ايه تمثيل غذائي؟ يعني عمليه هدم وبناء. ليه بقول تمثيل غذائي؟ عشان ايه؟ المصطلحين يكونوا في دماغك. طيب عمليه التمثيل الغذائي دي يا اما هدم يا اما بناء. طب ما الانسولين بيعمل الاثنين. بيساعد ليه في عمليه الهدم لانه بيدخل الجلوكوز داخل الخلايا عشان يحصل لها عمليه الاكسده، وعمليه البناء لان هو اللي بيبني ليه الجلوكوز ويحوله لجليكوجين، فده عمليه بناء. فهو في عمليتين، عمليه الهدم وعمليه البناء. فالاولى مش معايا، الاولى مش هتنفع معايا لانه بيقول لك لا يشارك يعني نفي. فالاولى مش معايا، الاولى غلط. والثانيه برضو مش معايا لانه بيشارك في عمليه البناء. اتزان الوضع الداخلي للجسم برضو هو بيعمل على اتزان الوضع الداخلي. يعني ايه اتزان الوضع الداخلي؟ نسبه السكر اللي في الدم يا حبيبي.
نسبة المواد اللي موجودة في الدم، ده اتزان الوعي الداخلي. طيب الانسولين هل ما بيعملش على الاتزان الداخلي؟ بيعمل على الاتزان الداخلي. طيب الباراسيرمون اتزان داخلي، الكالسيتونين اتزان داخلي، ADH اتزان داخلي، لان ده كله بيعمل ليه؟ على تنظيم نسبة المواد اللي موجودة عندي في مين؟ في الدم. الالدوستيرون اتزان داخلي، لان بيعمل ليه؟ على تنظيم النسبة اللي موجودة عندي فين؟ في الدم. طيب تنظيم ضغط الدم، الانسولين له علاقه بضغط الدم؟ طبعا لا، فهو ما بينظمش ليا مين؟ ضغط الدم. فيبقى ليا الاجابه بالنسبه لي ج، لانه لا يشارك فيها. هم الثلاثه بيشاركوا ما عدا واحده ما بيشاركش فيها، اللي هي تنظيم مين؟ ضغط الدم. سؤال رقم 27 بيقول لك اي العبارات التاليه تصف بشكل صحيح عمل هرمون الجسترين؟ بص بقى يا سيدي، هرمون الجسترين ده بيتفرز ليا منين؟ بيتفرز ليا من المعده، صح؟ يعني هو بيتفرز ليا من المعده، بيروح لي يصب ليا في مين؟ هات بقى اللون التاني بقى، خليك جدع. بيصب ليا في مين؟ بيصب ليا في الدم، وبعد كده بيرجع ليا مين؟ بيرجع ليا المعده تاني. ده هرمون مين؟ الجسترين. طيب واحده واحده كده، هل هرمون الجسترين ده لما يتفرز عندي هنا مجموعه من الخلايا، ادي خلايا وادي خلايا، ودي الخليه اللي بتفرز ليا مين؟ هرمون الجسترين. هل لما يتفرز ويروح للدم يرجع للمعده هيأثر على الخليه اللي افرزته؟ ازاي؟ يعني هيأثر على الخلايا افرازته عشان تفرز كمان؟ لا طبعا، هيأثر على الخلايا تانية عشان تأدي وظيفه تانية. يعني مثلا ممكن نقول في خلايا بتكون ليه ماده ال HCl، فهو بيأثر عليها. الخلايا ديت اللي موجوده في المعده المسؤوله عن الحموضه في المعده بيأثر على الخلايا دي، فما بيأثرش على الخلايا اللي بتفرزه. حلو. نفس الفكره في الغده التيموسيه، لان الغده التيموسيه بتفرز هرمون التيموسين وبيرجع عليه على نفس الغده، ولكن ما بيأثرش على خلايا الغده، بيأثر على الخلايا الغير ناضجه من الخلايا التائيه عشان يخليها ناضجه. حلو كلام. فيبقى بالنسبه لي يحفز نفس نوع الخلايا التي افرزتها في بطانه المعده؟ لا، مش نفس النوع، غلط، نفس النوع. طيب يصل مباشره من الخلايا المفرزه الى الخلايا المستهدفه، يعني من الخلايا المفرزه دي للخلايا المستهدفه كده على طول؟ لا، بيصل الاول للوعاء الدموي، ومن الوعاء الدموي للمعده، ومن المعده لمين؟ للخلايا اللي هيأثر عليها. طيب يحفز نوعا اخر من الخلايا غير التي افرزته في بطانه المعده؟ هي ديت الاجابه الصح بالنسبه لي، وده اللي احنا هنتكلم وده اللي احنا قلنا عليه. طيب يوجد له مستقبلات في جميع انواع خلايا المبطنه للمعده؟ انا لو قلت السؤال ده صح يبقى انا بناقض نفسي في الف. ازاي بتناقض نفسي؟ ما انا لو قلت ان مستقبلاته موجوده على كل خلايا المعده يبقى اكيد مستقبلاته موجوده على الخلايا اللي اتفرز منها، وانا قلت لك في الاول اللي هو ما بيأثرش على الخلايا اللي هو اتفرز منها. فبالتالي الاجابه بالنسبه لي هي مين؟ ده الغلط ديت، ده اللي تبقى بالنسبه لي غلط. الاجابه بالنسبه لي هتبقى لي مين؟ ج. السؤال رقم 28 بيقول، تعال نجيب 28 ليه نعمل خط كده غلط؟ 28. سؤال رقم 28 بيقول لك امامك رسم تخطيطي يوضح احدى مراحل التكاثر الجنسي في مين بقى؟ في النباتات الزهريه. احدى مراحل التكاثر الجنسي في النباتات الزهريه. حدد نوع الانقسام في 1 و2 على الترتيب. هنحدد نوع الانقسام في 1 و2 على مين؟ على الترتيب. تعال بص معايا كده، عندك هنا من 2 نون لنون، ده طبعا انقسام ميوزي وواضحه وضوح الشمس، ده انقسام ميوزي واضحه وضوح الشمس. طيب بعد كده انقسمت الخليه ديت، ادتني خليتين، بعد كده الخليتين ادتني 4، بعد كده ال4 ادوني 8. انا عرفت ونباتات زهريه، يبقى انا عرفت اللي حصل. ليه؟ لان هنا خلايا جرثوميه اميه انقسمت انقسام ميوزي ادتني 4 خلايا، 3 اتحللوا وفضلوا منها واحده نمت وادتني الكيس الجنيني. كيس الجنيني انقسم ليا 3 انقسامات ميتوزيه اداني 8 انويه، اداني 8 انويه، فده انقسام ميوزي اول هنا، انقسام ميتوزي اول، وده انقسام ميتوزي ثاني، وده انقسام ميتوزي ثالث. يبقى ده ميتوزي رقم 1، ده ميتوزي، ورقم 2 ده هيبقى عباره عن مين؟ ميتوزي، لان ده اللي بيحصل ليا في المبيض لتكوين مين؟ البيضه. سؤال رقم 29 بيقول متى تكون اكياس حبوب اللقاح ممتلئه بالخلايا الجرثوميه الاميه؟ ده سؤال بسميه كده السهل الممتنع. هو سهل ولكن في ناس ممكن تلخبط فيه، مش عارف ليه. يعني هو عشان فكرته ما وردتش مثلا في كتب قبل كده، فبس هو سهل، يعني سهل جدا. متى تكون اكياس حبوب اللقاح ممتلئه بالخلايا الجرثوميه الاميه؟ انت كيس حبه اللقاح يعني الموتك اهو، ادي الموتك فيه 4 اكياس، امتى ال4 اكياس دي تكون عندها خلايا جرثوميه اميه كتير؟ خلايا جرثوميه اميه كتير. هل لما يتكون ليا حبوب اللقاح؟ لا طبعا، لان لما اكون حبوب اللقاح يبقى انا استهلكت الخلايا الجرثوميه الاميه، انقسمت انقسام ميوزي ادتني يبقى انا استهلكتها. امال امتى؟ العكس، قبل انتاج حبوب اللقاح هيكون عندي خلايا جرثوميه اميه كتير، فيبقى ليا قبل انتاج حبوب مين؟ اللقاح. طيب السؤال اللي بعده سؤال رقم كام؟ رقم 30. بيقول لك ادرس الرسم التالي ثم حد. ما وظيفه العضو الليمفاوي كما يوضح الرسم؟ ايه وظيفه العضو الليمفاوي ده كما هو موضح بالرسم؟ عضو ليمفاوي هيبقى عندي هنا عضو ليمفاوي
تمام، عضو لمفاوي، وعندك هنا اللي داخل ليا للعضو الليمفاوي دم به نسبه قليله من الحديد الحر، بنسبه قليله، طلع بدم به نسبه عاليه من الحديد الحر. ركز معايا عشان اديك ايه عكسها. دم به نسبه قليله من الحديد الحر يعني في نسبه هيموجلوبين او نسبه كرات الدم الحمراء كتيره، فدخلت للعضو ده، طلع ليا دم بنسبه عاليه من الحديد الحر. جابها منين؟ جابها من تكسير كرات الدم الحمراء. فهو دم حمراء داخل كتير طلعت قليل، او دخل كتير حديد، دخل قليل حديد حر طلع كتير حديد حر. يبقى عضو الليمفاوي ده عباره عن مين؟ عباره عن الطحال. ده عباره عن مين؟ عباره عن الطحال. جميل، يبقى جميل جدا، ده عباره عن الطحال. طيب ما وظيفه العضو الليمفاوي كما يوضح بالرسم؟ طبعا وظيفه الطحال ان هو تحطيم كرات الدم الحمراء. طب تعالى نعكس السؤال. لو انا قلت لك ان دم، تعالى نجيب بالرحمه كده، دم بنسبه عاليه من الحديد الحر هو اللي داخل للوعاء الليمفاوي، وخرج ليا من الوعاء الليمفاوي دم بنسبه قليله من الحديد الحر، يبقى مين ده بقى؟ ده ساعتها ده بالاحمر كده يبقى نخاع العظام. ده هيبقى نخاع مين؟ العظام. ايش عرفك بقى؟ لان نخاع العظام لما يخش له نسبه حديد عاليه هيخش داخل نخاع العظام هيكون كرات الدم الحمراء. حلو، فلما يكون كرات الدم الحمراء هيطلع نسبه الحديد الحره منخفضه، فيبقى هو عباره عن مين؟ عباره عن نخاع العظام. طيب نخاع العظام بيعمل ايه على تحطيم خلايا الدم البيضاء؟ غلط. طيب انتاج كرات دم حمراء جديده دي اللي هتنفع لصيغه السؤال الثانيه، يعني لما عكست السؤال. تمام. طيب انتاج الاجسام المضاده، حبيبي ركز، مش اي انتاج هتروح تقول الاجسام نخاع العظام وخلاص. انتاج الاجسام المضاده بتنتج من الخلايا البائيه البلازميه اللي جايه من الخلايا البائيه اللي انتجت ونضجت فين؟ في نخاع العظام. مفهوم الحته دي؟ يبقى مش نخاع العظام هو اللي بينتج الاجسام المضاده. يبقى الاجابه بالنسبه لي طبقا للسؤال الف. طب لو غيرنا السؤال وخلينا نخاع العظام يبقى الاجابه تبقى ليها بالنسبه لي هي مين؟ ج. السؤال رقم 31 بيقول ما الخاصيه المشتركه للخلايا المناعيه التي تهاجم الخلايا السرطانيه؟ بص يا معلم، من الخلايا المناعيه اللي بتهاجم ليها الخلايا السرطانيه هم اتنين، يا اما بالنسبه لي التي سي يا اما بالنسبه لي الان كي. ايه الخاصيه المشتركه ما بينهم؟ والله غالبا هيبقى مكان التكوين. طيب مكان نضجهم مختلف، لان ديت بتنضج في الغده التيموسيه وديت بتنضج ليا في مين؟ في نخاع العظام. طيب مكان التكوين الاثنين بيتكونوا في نخاع العظام. طيب وجود مستقبلات على سطحهم، علميا الموضوع صح، يعني وجود مستقبلات على سطحهم ده صح، ولكن التي اللي ذكرنا عندك في المنهج ان التي سي هي اللي موجوده، هي اللي عليها مستقبل اسمه ايه؟ سي دي 8. حلو، تي سي اللي عليها المستقبل اللي هو مين؟ السي دي 8. فبالتالي مش هناخدها الاجابه صح، والادق بالنسبه لي هي باء. تمام. طيب وجود حبيبات في السيتوبلازم، الاثنين خلايا غير محببه، لان الاثنين خلايا لمفاويه، والخلايا الليمفاويه بتبقى ليها بالنسبه لي غير محببه. سؤال رقم 32 بيقول ما وجه التشابه بين جزيء الدي ان ايه في الكروموسوم العاشر وجزيء الدي ان ايه في الكروموسوم الخامس عشر؟ ماشي، في خليه جسديه للانسان. تعال بص كده، الكروموسوم رقم كام يا معلم؟ رقم 10. والكروموسوم رقم كام؟ رقم 15. دولت مركبين كده طبقا لمين؟ للطرز الكروموسوميه. بناء على مين؟ بناء على الحجم. يعني ايه يا استاذ؟ تنازليا اكبر واحد في الحجم رقم 1. يبقى انا استنتج كده من ايه؟ ان 10 اكبر من 15. حلو، 10 اكبر من ايه؟ من 15. فعدد النيوكليدات في 10 غالبا هيبقى ليه اكبر منين؟ من 15. فدي مش هتنفع بالنسبه لي، فيبقى العباره خطا، لان عاوز مين؟ وجه شبه ما بينهم الاثنين. طيب طول شريط، ما هي نفس الفكره، طول الشريط في 10 يكون اكبر من 15. عدد القواعد البيرونيه والبيرميدينيه اكيد مش متساويه. طيب نوع الروابط بين القواعد النيتروجينيه، لان دايما نوع الروابط بين القواعد هي روابط هيدروجينيه، سواء انت طويل قصير، انت طالما كروموسوم نوع القواعد ما بين نوع الروابط ما بين القواعد تبقى ليها روابط ايه؟ هيدروجينيه. السؤال اللي بعده اللي هو رقم 33 بيقول، سؤال رقم 33 بيقول لك طبعا اسئله الاختيار من متعدد، كل سؤال بدرجتين، مش عارف احل، الموضوع انتهى. لا ما تقلقش، كله بيبقى ان شاء الله بيبقى سهل. وعلى فكره الاسئله دي بتبقى سهله، ما تبقاش صعبه. يعني ما هو تحط في دماغك ان السؤال لما يكون جاي بالنسبه لي بدرجتين ان السؤال هيجي صعب، لا مش شرط، عادي يعني ان هو يجي، ممكن يجي سهل بالنسبه لي. والاسئله بالنسبه لي زي ما انت هتشوفها دلوقتي في امتحان زي ده، امتحان صعب ومعظم الاسئله بتحتمل مع اجابتين والكلام ده كله، فالاسئله بتيجي سهله، مش شرط ان هو بدرجتين يبقى سؤال بالنسبه لي ايه؟ صعب. فاوعى تشوف العنوان ده وتتخض، الخضه تخليك ترتبك ومش هتعرف تحل. يلا
يلا نخش. السؤال رقم 33: لماذا تعد كل من الخلايا البائيه والتائيه المساعده خلايا متخصصه؟ هم ليه البائيه والتائيه خلايا متخصصه؟ بص يا معلم، الخلايا التائيه والبائيه خلايا متخصصه لانهم ينتميان للمناعه الخلويه؟ لا، طب ما في ان كي غير متخصصه في المناعه الخلويه مثلا. طيب مناعه خلطيه برضه، ما في حاجه اسمها خليه بالعاميه غير متخصصه برضه. طيب لقدرتهم على التعرف على اكثر من نوع من الفيروسات، الاثنين ما بيتعرفوش على الفيروسات. يبقى الاجابه بالنسبه لي لوجود نوع واحد من المستقبلات على اغشيتها، وجود من نوع واحد من المستقبلات على اغشيه الخلايا البائيه، وجود نوع واحد من المستقبلات على اللي هو السي دي 4 على مستقبلات على اغشيه الخلايا التي اتش اللي هي المساعده. حلو الكلام؟ فعشان كده هم بالنسبه لي متخصصين. سؤال سهل وبسيط اهو. طيب اي نوع او انواع من جزيئات الار ان اي يعد مستقرا كيميائيا؟ حاجه كده مستقره كيميائيا، يعني ما يحصلهاش تحلل كتير رغم انه احادي الشريط، ماشي، رغم ان هو احادي شريط واحد. طيب الام ار ان اي مستقر كيميائي؟ الام ار ان اي مستقر كيميائي. طيب سؤال، الام ار ان اي بس، طب وليه الام ار ان اي اصلا مستقر كيميائي؟ لان الام ار ان اي لما تيجي تشوفه كده هتلاقي في الاخر في حاجه اسمها ذيل عديد الادينين. طيب ايه وظيفه ذيل عديد الادينين ده؟ حمايه، بيحمي ليك ذيل عديد الادينين ده بيحمي الام ار ان اي منين ايه يا استاذ؟ من اللي هو الانزيمات المحلله للار ان اي في السيتوبلازم، فبالتالي ده ثابت مستقرا كيميائيا طبقا اللي موجود عندنا. طيب مين المستقر الكيميائي برضه؟ التي ار ان اي. ازاي بقى؟ لان التي ار ان اي بيكون على شكله ده اللي هو ده اللي بيكون ليا روابط هيدروجينيه، ادي الشكل بتاعه اللي بيكون ليا روابط هيدروجينيه، فالشكل ده بيحمي ليا القواعد من الداخل. حلو كلام؟ فبيحميه برضه من الانزيمات المحلله اللي موجوده عندك في السيتوبلازم. فاللي يعد مستقرا كيميائيا الام ار ان اي والتي ار ان اي. يبقى الاجابه بالنسبه لي هي مين؟ هي د ده. طيب سؤال رقم 35 بيقول لك ادرس الرسم الذي امامك والذي يوضح التغير الذي حدث اثناء تكوين احدى سلاسل عديد البيبتايد ثم استنتج. بص بقى معايا كده يا معلم، انت عندك هنا برولين وعندك هنا برولين، عندك هنا سيريونين وعندك هنا سيريونين، فينايل الينين، جلايسين، عندك هنا سيريونين. فاللي حصل عندي الاختلاف اختلاف في حمض اميني واحد. فالحمض الاميني الواحد ده ممكن كان اختلف في ايه بقى؟ اختلف في تتابع من النيوكليتيده. طالما انت بتتكلم على النيوكليتيده واختلاف في النيوكليتيده وحمض اميني واحد، يبقى تغير هيكون في جين واحد، يبقى طفره ايه؟ جينيه. طيب طفره جينيه، طفره صبغيه غلط، صبغيه غلط. طيب طفره جينيه تحول فيها الجين من السائد الى المتنحي، ولا طفره جينيه نتج عنها تكوين بروتين جديد؟ والله طبقا للشكل اللي موجود عندي انا غيرت حمض اميني بحمض اميني اخر، او اتغير دي الطفره دي غيرت الاحماض الامينيه، فمعنى كده ان حصل لي ايه؟ طفره جينيه نتج عنها تكوين بروتين ايه؟ جديد. مفهوم الحته دي؟ طيب السؤال اللي بعده سؤال رقم 36 بيقول لك ادرس الرسم الذي امامك ثم استنتج. ادرس الرسم الذي ايه ده؟ لا ارجع كتاب التفوق ثانيه واحده. السؤال اللي بعده بيقول لك ادرس الرسم الذي امامك ثم استنتج. اي من الاغشيه الخلايا العضليه التاليه، اي من الاغشيه الخلايا العضليه، نمسح كده بس كده، اي من اغشيه الخلايا العضليه التاليه الموضحه بالرسم لها نفاذيه اقل، لها نفاذيه ايه؟ اقل لايونات الصوديوم. عاوز نفاذيه اقل لايونات الصوديوم. فانت بص كده، غشاء الليفه العضليه لما يكون في حاله الانبساط بيبقى بره موجب 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 موجب، حلو، وجوه بيكون عباره عن ايه؟ سالب سالب سالب. جميل. فلما يكون بره موجب وجوه سالب فانا في حاله انبساط. هل هنا في زياده في نفاذيه الايونات الصوديوم الى الداخل؟ لا، قله في نفاذيه ايونات الصوديوم الى الداخل. انت عاوز تقول لي ايه؟ عاوز اقول لك ان قله في نفاذيه ايونات الصوديوم يبقى اثناء حاله مين؟ الانبساط. اثناء حاله مين؟ الانبساط. يبقى اثناء حاله الانبساط. يبقى انا عندي هنا اثناء حاله الانبساط هدور بقى في الشكل فين حاله الانبساط. هو عمل ليا كده بايده كده، ففين حاله الانبساط بقى بالنسبه لي الموجوده عندي؟ هل في العضله ذات الراسين ولا العضله ذات الثلاث رؤوس؟ العضله ذات الراسين ديت ولا العضله ذات الثلاث رؤوس؟ هنا حصل لي الحركه ديت، يبقى انقباض هنا، انبساط هنا، يبقى العضله ذات الثلاث رؤوس هي اللي فيها اقل نفاذيه لانها في مرحله الانبساط. يبقى الاجابه بالنسبه لي هي عباره عن الاجابه مين؟ ج. السؤال اللي بعده رقم 37 بيقول، سؤال رقم 37 بيقول عدد 37. سؤال رقم 37 بيقول لك ادرس الرسم التخطيطي لاحدى الغدد في جسم الانسان ثم استنتج. حلو كلام؟ طيب ما الذي يصف الغده اكس؟ السؤال ده انا ملاحظ ان هو اتكرر كتير في الامتحانات على مدار السنين اللي فاتت.
يكون سؤال كان السنه اللي فاتت او اللي قبلها كان جايب اللي هو بتاع الاثنى عشر والبنكرياس والكلام ده كله، فتركز في فكره السؤال ده فغالبا مش هيكرره يعني. طيب ما الذي يصف الغده اكس؟ غده اكس بالنسبه لي، غده اكس ديت بالنسبه لي عملت لي افراز، الافراز ده يؤثر على تركيز احدى الاملاح المعدنيه، وفي نفس الوقت عملت لي افراز بيأثر لي على عمليه الايض في خلايا مين؟ المخ. جميل جدا. طيب مين اللي بيأثر ليها الاملاح المعدنيه؟ هو ايه الاملاح المعدنيه دي؟ يا اما عندك مثلا كالسيوم، صوديوم، بوتاسيوم مثلا، تمام؟ فدي عندك دي الاملاح المعدنيه. طيب مين اللي بتاثر في املاح معدنيه زي الكالسيوم مثلا وفي نفس الوقت بيأثر ليها على عمليه الايض؟ عمليه الايض يبقى سيروكسين، ايض اساسي سيروكسين، خصوصا في خلايا المخ سيروكسين، ودي خلايا بتفرز ليها املاح معدنيه كالسيوم، كالسيتونين. يبقى مين الغده ديت؟ الغده الدرقيه. ليه الغده الدرقيه؟ لان فيها السيروكسين وفيها الكالسيتونين، ده واحد بيعمل ليه على تنظيم نسبه الكالسيوم او الاملاح المعدنيه، والتاني بيعمل ليه على عمليه الايض ويأثر ليه على عمليه الايض، يبقى الغده الدرقيه. طب الغده الدرقيه دي غده صماء دائمه على طول صماء؟ ده صح، على طول بتصب افرازاتها في الدم مباشره. طب هي مشتركه فيها غدد قنويه وصماء الاثنين مع بعض؟ لا طبعا غلط. طيب هل هي صماء مؤقته يعني موجوده في جسم الانسان فتره معينه وتنتهي؟ لا غلط، دائمه. طيب قنويه؟ قلنا لا غلط، بالنسبه لي مش تبقى ايه قنويه. سؤال رقم 38 بيقول الجدول التالي يوضح عدد مرات الانقسام الميتوزي والميوزي خلال دورة حياة 4 كائنات حية مختلفة، علما بأن الغرض من جميع الانقسامات حدوث التكاثر. الغرض من كل الانقسامات ديت ان يحصل ليها تكاثر. ما الحرف الذي يشير لدورة حياة نبات الفجير؟ بص بقى ركز معايا كده، هنا عدد مرات الانقسامات الميتوزية وهنا عدد مرات الانقسام الميوزي. انا كده في الفجير هو انقسام ميوزي واحد عشان يكون الجراثيم، فانا هستبعد بالنسبة لي دي كده بالنسبة لي ايه؟ مستبعدة. حلو الكلام؟ طيب تعال نشوف بقى عدد مرات الانقسامات الميتوزية. هو قال لك اللي بغرض منها حدوث التكاثر، ان يحصل فيها تكاثر. طيب الغرض بحدوث التكاثر انا عندي اللي هو الجراثيم بتنقسم انقسامات ميتوزيه، ولكن بغرض التكاثر ولا بغرض النمو؟ بغرض النمو. الجراثومه لما تلاقي وسط رطب بغرض النمو. طيب ايه الغرض بحدوث التكاثر؟ والله انقسام الميتوزيه في الارشيجونيا وانقسام الميتوزيه في الانسيريديا عشان تكوين الامشاج. فكم انقسام هنا كده؟ انقسام ميتوزي هنا لتكوين البيضه وانقسام ميتوزي هنا لتكوين السبحات المهدبه. يبقى كم انقسام ميتوزي؟ 2. يبقى الاجابه بالنسبه لي بي، يبقى الاجابه بالنسبه لي هنا ايه؟ باء. مفهومه كده الفكره جت ازاي؟ يبقى بالنسبه لي عدد الانقسامات الميتوزيه الحاصله للتكاثر. هتيجي تقول لي يا استاذ ما الجرثومه بيحصل لها انقسام ميتوزي، ولكن جرثومه انقسام ميتوزي الغرض منها النمو وليس التكاثر. جميل؟ طيب السؤال رقم 39 بيقول لك ما الاستجابه المناعيه في الانسان التي تعادل الحساسيه المفرطه؟ الحساسيه مين؟ المفرطه في النبات. طيب ركز معايا كده عشان السؤال ده عليه جدل شويه. طيب الحساسيه المفرطه في النبات هي كانت بتعمل ايه؟ تعمل ليه على منع انتشار الميكروب. خلي بالك هي كانت بتعمل ليه على منع انتشار الميكروب. حلو كلام؟ طيب كانت بتعمل ليه على منع انتشار الميكروب؟ طيب لما كانت هي بتعمل على منع انتشار الميكروب، مين اللي في الانسان بيعمل ليه على منع انتشار الميكروب؟ اللي هي الاستجابه بالالتهاب، اللي هو خط الدفاع الثاني من ضمن المناعه الطبيعيه، ولا اللي بيعمل ليه على منع انتشار الميكروب. طيب دي بالنسبه لي الاجابه. اما اللعاب والدموع ده منع دخول، ده من المناعه الخلطيه برضو قضاء على الميكروب. طيب هنا بقى في اختلاف ما بين الاستجابه بالالتهاب ولا المناعه الخلويه. ليه المناعه الخلويه؟ لان قال لك ان الحساسيه المفرطه هي اللي بتقتل ليا النسيج المصاب. طيب وانا عندي مين اللي بيقتل ليا الخلايا المصابه؟ هي المناعه الخلويه عن طريق حاجتين، تي سي يا اما الان كي. فعشان كده اللي هو بيقول لك ما الاستجابه المناعيه في الانسان التي تعادل الحساسيه المفرطه في النبات؟ يقول لك المناعه الخلويه، صح؟ لان هنا بتقتل النسيج المصاب في الحساسيه المفرطه، وهنا بيقتلوا لي الخليه المصابه عن طريق التي سي واللي هي مين؟ الان كي. طيب مين فيهم صح؟ والله هي المناعه الخلويه صح والاستجابه بالالتهاب صح، ولكن انا الافضل مع دماغ الشخص اللي بيحط الامتحان هيكون حاططها الاستجابه بالالتهام، لانه نصا كده موجود عندك في الكتاب ان الحساسيه المفرطه بتمنع ليا انتشار الميكروب، وان خط الدفاع الثاني او اللي هو الاستجابه بالالتهاب بتمنع ليا على ايه؟ منع انتشار برضو مين؟
الميكروب. فيبقى بالنسبه لي د معايا صحيحه وباء برضو صحيحه، ولكن الافضل بالنسبه لي انا اللي هي تبقى بالنسبه لي باء. زي ما انا قلت لك ان في اسئله بتحتمل ليا الاجابتين، وانا هقول لك التفسير اللي موجود هنا والتفسير اللي موجود هنا واللي انا اقول عليه الاجابه بتاعتي الافضل بالنسبه لي. فاقول لك عندك هنا الاستجابه منين؟ بالالتهاب. سؤال رقم 40 بيقول لك، سؤال رقم 40 بيقول اي من شريطي الدي ان ايه سوف يتكون اثناء التضاعف بانزيمين وليس بانزيم واحد؟ السؤال ده احنا حليناه قبل كده ولكن بيكون فيه عليه جدل كبير، فتعالى نشرحه واحده واحده كده. لما اجي اقول لك عندك هنا، تعالى نرجع مع بعض كده، تعالى نشرحه واحده واحده كده. ايوه طيب لما اجي اقول لك هنا بتكتبها ايه؟ لما اجي اقول لك عندك هنا مثلا ده اللي هو الشريطين اللي هم مين؟ الشريطين الاصليين او القالبين. طيب لما اجي ابني هنا واقول لك الطرف هنا بالنسبه لي ده 3 وده بالنسبه لي 5 داش، وهنا ده يبقى بالنسبه لي ده 5 داش وده يبقى بالنسبه لي كام؟ 3 داش. هنا نمسح الجزئيه دي كده، امسحها، فيبقى عندي هنا من 5 ل 3. فلما اجي ابني الشريط الجديد، لما اجي ابني بقى الشريط الجديد، ادي الشريط الجديد، هبني الشريط الجديد ازاي؟ من 3 ل 5 يبقى هيمشي ليا من 5 الى 3، فده الاتجاه بتاعه الاصلي، اهو ادي الاتجاه بتاعه. طيب فين انزيم اللولب؟ انزيم اللولب الاتجاه بتاعه اهو. حلو الكلام؟ طيب انا لما اجي ابني بقى في اتجاه الشريط بتاع من 5 ل 3، هنا الشريط الجديد هيبقى من 3 رايح ل 5. فلما اجي ابني انزيم البلمره كده كده بيبني في اتجاهه اللي هو ايه، بس بيبني هنا في صوره قطع. ازاي بقى بيبني في اتجاهه في صوره قطع؟ بيبني هنا كده الحته دي، يروح جاي من النقطه دي هنا كده ويروح باني القطعه، ويروح جاي من النقطه دي كده وباني القطعه، ويروح جاي من النقطه دي كده وباني القطعه. فانزيم اللولب كده كده ماشي ليها في الاتجاه بتاعه من كام يا استاذ؟ من 5 الى 3. طيب تعال نشوف بقى السؤال كان بيقول لك ايه بقى. السؤال عندك كان بيقول اللي هو السؤال دي هنا كده، رجع دي كده، السؤال اللي هو رقم 40 بيقول لك اي من شريطي دي ان ايه سوف يتكون اثناء التضاعف بانزيمين وليس بانزيم واحد. اللي هو بانزيمين اللي انا لسه قايل لك عليه ان هو اتجاهه الجديد من 3 ل 5، ولكن انزيم المرمره كده كده يبني من اتجاهه كام؟ من 5 ل 3 في الاتجاه بتاعه العادي. طيب الشريط الذي يتم بناؤه في نفس اتجاه عمل انزيم اللولب ده تاني غلط. لو احنا رجعنا للاصل بتاعنا اهو، لو رجعنا للاصل اللي احنا عملناه هتلاقي ان انا عندي هنا لا، ده انا عملت دلوقتي ده من 5 ل 3، فده مش الاتجاه بتاعه. طيب ارجع تاني كده بقى وقول لي انت عندك هنا ايه. لما ترجع هنا كده وهتقول لي ان انا عندك هنا لا مش هتنفع، يبقى الشريط التي يتم بناؤه في نفس اتجاه عمل انزيم اللولب لا. طيب الشريط التي يتم بناؤه عكس اتجاه عمل انزيم اللولب ده صح. ليه؟ لان زي ما انا قلت لك كده ادي الشريط اهو وانزيم اللولب ماشي هنا كده في الاتجاه ده اهو، ولكن انا لما اجي ابني ببني كده فده عكس اتجاه مين؟ انزيم اللولب. فده الاجابه الصح بالنسبه لي اللي هي بقى. طيب الشريط التي يتم بناؤه عكس اتجاه عمل انزيم البلمره لا، ما هو الشريط بيتم بناؤه كده كده بانزيم البلمره اتجاه واحد من 5 ل 3، فيبقى ده بالنسبه لي غلط. فما يتمش بناؤه عكس اتجاه عمل انزيم البلمره، هو كده كده عمل انزيم البلمره بيبني من 5 ل 3، بيتم ربطه بقى، بيتم بعد كده هنا قطعه وبعد كده هنا قطعه، كده كده بيتم البناء اهو من 5 ل 3 هي ولكن بيتم ربطه بين القطع دي. فيبقى عندي بالنسبه لي ج غلط، يبقى بالنسبه لي باء. طب ده برضه بتبقى بالنسبه لي غلط، يبقى الاجابه بالنسبه لي هي مين؟ الاجابه باء. طيب عشان ما حدش يتلخبط في السؤال ده تاني ماشي. طيب السؤال رقم 41 بيقول لك اذا كان جزيء الهيموجلوبين يتكون من 4 سلاسل عديد بيبتايد، وبيتكون من 4 سلاسل من عديد بيبتايد، سلسلتان تعرفان بسلاسل الفا، ماشي، سلسلتين بسلاسل الفا وسلسلتين تعرفها بسلاسل بيتا. يبقى انت كده يا معلم عندك كام نوع؟ نوعين. يبقى يكون عندك كام ام ار ان ايه؟ 2. طيب كم عدد انواع الريبوسومات؟ هو نوع ريبوسوم واحد عادي مشكله. كم عدد انواع الجينات المطلوبه لبناء جزيء الهيموجلوبين على الترتيب؟ هيبقى 2 زي ما انا قلت لك، لان انت عندك نوعين، نوع الفا ونوع بيتا، اما الريبوسوم هو نوع واحد. فيبقى اللي هي الاجابه بالنسبه لي يمين الف. سؤال سهل جدا مش محتاج اي حاجه، يبقى نوع ريبوسوم واحد وعدد انواع الجينات هيبقى ليها كام؟ 2. سؤال رقم 42 بيقول لك ادرس الرسم الذي يوضح نوعين من الخلايا المدعمه للنبات، ثم حدد ما الذي يميز الخلايا الموضحه بالرسم لتقوم بدورها في تدعيم النبات. انت عندك خلايا حجريه وعندك الياف، الاثنين كده كده خلايا غير حيه. طيب تركيب الخلايا فقط، هل تركيب الخلايا فقط هو اللي بيميز الخلايا الموضحه بالرسم لتقوم بدورها في تدعيم النبات؟ لا طبعا. طيب
تركيب الخلايا ووجود الماء، هي ما عندهاش ميه، ده خلايا غير حيه، ما عندهاش فيجو عصاريه، طب ما عندهاش سيتوبلازم. تركيب الخلايا واماكن توزيع الخلايا ده صح. الاماكن التوزيع بتاعتها هي بتختلف ليا في دعامه مين؟ النبات. فعشان كده هتبقى تركيب الخلايا واماكن توزيعها. طيب وجود الماء طبعا ده ديت بالنسبه لي مليون في الميه غلط وما فيهاش اي مشكله. يبقى تركيب الماء تركيب الخلايا واماكن توزيع مين؟ الخلايا. سؤال سهل ان هو يتحل، حتى لو المعلومه بتاعه توزيع الخلايا دي مش موجوده، بس هو سهل بالنسبه لك ان هو ايه؟ يتحل. سؤال رقم 43 بيقول سؤال رقم 43 بيقول لك ادرس الرسم البياني الذي امامك ثم استنتج. طبعا السؤال ده موجود في كتاب التفوق في حته المراجعه قدام لو انت كنت مراجع معانا. ما تركيز الاكسين الافضل الذي يستخدم في القضاء على الاعشاب الضاره؟ انت عاوز تقضي على الاعشاب الضاره وعاوز تقضي على نبات معين، هتزود الاكسينات، بس هتزود الاكسينات في تركيز الجذر ولا الساق؟ في الاثنين، عن الاثنين، عشان اموت الساق واموت الجسر، لان انا عاوز اثبط النمو بتاعها، فعاوز اقتل الاعشاب الضاره دي، فاروح مثبطها ازاي؟ فارفع عليها تركيز الاكسينات عالي خالص عن الساق وعن مين؟ وعن الجذر. فيبقى عندي هنا تركيز، اعلى تركيز للجذور عند كام؟ عند -4. اعلى تركيز للسيقان عند كام؟ عند 10 أس 1. طيب اما بقى التركيز السيقان قل عند مين؟ عند 10 أس 3. تركيز الجذر قل عند مين؟ عند 10 أس 1. فانا لو اديته 10 أس 3 تركيز ب 10 أس 3 هيقضي لي على الساق وهيقضي لي على الجذر، اذا ده اللي انا محتاجه في الاعشاب الضاره. يبقى الاجابه بالنسبه لي ال 10 أس كام؟ أس 3. السؤال اللي بعده رقم 44 بيقول لك لدى الانسان قدره تكاثريه اقل من غيره من الكائنات الحيه، اي مما يلي لا يعد سببا لضعف القدره التكاثريه لدى الانسان. ايه اللي حاجه ما بتدلش ليها سبب لسبب ضعف القدره التكاثريه لدى الانسان؟ ده اول صفحه موجوده عندك في التكاثر. رقي وكبيره الحجم ده من ضمن الاسباب لضعف قدره التكاثر، فهو بيقول لك لا يعد سببا، فهو هنا نفى، فيبقى هنا غلط بالنسبه لي لان دي تعد سببا. حر المعيشه وطويله العمر بتعد سببا. يزود صغاره بالحمايه والرعايه بتعد ليها سببا. الحمايه لان اكثر عرضه مخاطره واكثر قدره على التكاثر. اما يتكاثر جنسيا ومن الثدييات ديت اللي ما قلناش ديت او اقل واحده فيهم، فهختارها بالنسبه لي بقى تكاثر جنسيا ومن الثدييات. في حد هيقول لي طب يا استاذ ما هو لو بيتكاثر جنسيا ومن الثدييات يبقى هو من الكائنات الراقيه. ماشي، ما في ثدييات برضو بتنتج اعداد كبير، زي مين؟ زي مثلا اللي هو الفيران، وزي مثلا الارانب بتنتج 9 ولا 10 ولا الكلام ده كله، فبتنتج اعداد كثيره. السبب ضعف قدره التكاثر بقى لدى الانسان الكلام اللي احنا قلناه الثلاثه اللي فاتوا، هو اما مش عشان هو بيتكاثر جنسيا ولا هو من الثدييات. حلو الكلام. فيبقى بالنسبه لي الاجابه ج. الاسئله المقاليه كانت سهله جدا في اختبار زي ده، كانت سهله مش زي الاختبار بتاع اللي هو نهايه العام. تعالى نمسح الخط ده كده، ومش راضي يتمسح ليه؟ تعالى نمسح الخط، ادي نمسح الخط خالص. طيب تعالى نبدا مع بعض. 45 بيقول لك ادرس الرسم الذي يوضح شكل الجهاز التناسلي الانثوي لانثى بالغه ثم استنتج ما اسم المرحله الموضحه بالرسم التي تمر بها الانثى من مراحل دوره الحيض. ده طبعا هتبقى ليا، انت عندك هنا يتكون ليا الجسم الاصفر، يبقى المرحله دي مرحله اسمها مرحله مين؟ التبويض بالبلط العريض. التبويض بالبلط العريض على طول، مش محتاجه اي حاجه، لان المرحله اللي بيتكون فيها الجسم الاصفر هي مرحله التبويض بعد تفجير حويصل الجراف عن طريق ال LH في اليوم الكام؟ ال14. ما الدور الذي يلعبه هرمون ال LH خلال هذه المرحله؟ طبعا بيفجر اللي انا لسه قايله دلوقتي، تفجير حويصل الجراف وتكوين الجسم الاصفر وتحرير البويضه. حلو الكلام. سؤال رقم 44 زي ما انا قلت لك الاسئله بتاعت المقالي سهله شويه. سؤال رقم 44 بيقول لك ادرس الرسم الذي يوضح مكونات الاحماض النوويه ثم استنتج. مكونات توجد في الRNA فقط، ده حاجه توجد في الRNA فقط، فانت عندك ده هيبقى ده يوراسيل، ده سكر اللي هو سكر الريبوز، ده طبعا هتبقى ليه اليوراسيل، ده طبعا ده هيبقى سكر الريبوز. طيب مكونات موجوده في الاثنين، ده جوانين، يبقى ده يمثل ليه مين؟ الادينين، يبقى ده هيمثل السيتوزين. دي مجموعه طبعا مجموعه الفوسفات. طيب عندك هنا مكونات توجد في الDNA فقط، فيبقى دي تي، وده السكر اللي هو دي اوكسوريبوز. ما الارقام التي تشير الى المكونات التي يمكن ان ترتبط بروابط هيدروجينيه ثنائيه؟ ثنائيه يبقى الادينين ثنائيه يبقى الادينين والثايمين. طيب بروابط هيدروجينيه ثنائيه يبقى الادينين اللي هو رقم 2 والثايمين اللي هو رقم كام؟ رقم 1 او رقم 4. ماشي، او رقم 4 برضو معايا. ليه بقى؟ لانه محددش، لان ممكن الادينين ترتبط باليوراسيل عادي،
ده في التي ار ان اي مثلا، او في الارتباط المؤقت بتاعي. فالادينين ترتبط باليو. طيب والادينين برضو بترتبط بالثيمين عن طريق رابطتين هيدروجينيه. فما الارقام التي تشير المكونات التي يمكن ان ترتبط بروابط هيدروجينيه ثنائيه، الاي مع اليو او الاي مع التي. طيب ما نوع الروابط التي تتكون بين المكون 6، فين المكون 6 اللي هو السكر الريبوزي، وكل من المكون 2 و7، 2 اللي هو الادينين، و7 اللي هو طبعا الروابط ديت بتبقى روابط تساهميه. دي بتبقى نوع الروابط اللي موجوده ما بينهم، تبقى روابط تساهميه. سؤال سهل جدا. وبكده يبقى انتهينا من الامتحان بتاع الدور الثاني لسنه 2023 من اصعب الامتحانات، واللي زي ما انا قلت لك فيه فكرتين زي ما انت شايف كده. وزي ما قلت لك لو انا مختلف مع حد انا قلت لك الاجابه اللي ممكن هو يقولها والاجابه اللي انا برجحها في الحالتين، عشان الامتحان ده ما نزلش له نموذج اجابه. نشوفكم على خير، وما تنسوش بقى تدعمونا بلايك وسبسكرايب. الحلقات ديت او ان شاء الله المراجعه بالكامل هتكون مجانيه على اليوتيوب، وديت بتبقى ليا صدقه جاريه على روح زوجة عمي باذن الله، الله يرحمها الاستاذه منى زينهم العدل. سلام.